ولادي حاسين ان هم مختلفين عشان ما عندهمش اهل. السؤال ده جالي بالتحديد كده، هي قالت لي هل هم فخورين بيكي ولا حاسين ان هم مختلفين عشان ما عندهمش اهل. والله انا شايفه ان ولادي في اختبار. يعني انا السؤال حلو قوي لدرجه ان هو خلاني اطلع ارد عليه في فيديو بسرعه قوي. ولادي في اختبار هم كمان، لان هم ما عندهمش اهل وما عندهمش اهل اب. ما عندهمش اهل عشان امهم اشهرت اسلامها، فاهلي متبرين مني. ما عندهمش اهل اب عشان يعني الا من رحم ربي في المطلقات، يعني الراجل بيطلق الست بعيالها. يعني معرفش جابوا الدين ده منين، يعني هو ده مش تبع الدين في حاجة ومش تبع الإسلام في حاجة. بس 90% من اللي بيتطلقوا الأم بتطلق بعيالها، لا بيصرف عليهم ولا يعرفهم ولا يعرف أي حاجة عنهم، والأهل كذلك ولا بيحاولوا حتى يسعوا ان هم يعني يصرفوا على عيالهم او ان هم يشوفوا طلبات عيالهم فهم في اختبار. هم في اختبار واحنا عيلة بعضينا بقى، يعني عارفين بقى اللي هو ايه. انا شايفة ان انا وهم عيلة في بعضينا، اسرة في بعضينا كده. ومكتفيين ببعض الحمد لله. يعني مش حاسة ان احنا ناقصنا حاجة، بالعكس احنا زي الفل وفي نعمة وفي خير من عند ربنا سبحانه وتعالى وزي الفل. ده بالنسبة لموضوع ولادي. هل هم فخورين بيا؟ هبقى اطلعه لكم، يعني اطلع لكم ولادي بقى ايه يتكلموا في الموضوع ده. لو اني مش عايزة اطلع ولادي على السوشيال ميديا، بس اللي هو ممكن ابقى اطلعهم يتكلموا في الموضوع ده. أم، عايزة ارد على حاجة كمان بخصوص السوشيال ميديا، وان انا بعمل ترند او ان انا بدور على المشاهدات عشان الفلوس. يا جماعة ليه لا؟ ليه لا؟ بمنتهى الصدق والامانة، انا ظروفي معتمدة على معاش والدي 3.5 ومرتبي 7. بمنتهى الأمانة والصدق أنا بتكلم. بصوا أنا بحب كده، بحب أبقى. فال10.5 دول هم كل دخلي في الشهر. ال10.5 دول هم كل دخلي في الشهر. شقة قانون قديم، طبعا بعد القانون ما اتفعل بقينا اتحسبنا متميز، لان انا في منطقة راقية جدا. فاتحسبنا ان احنا ايجار متميز، فبدفع 1000 ايجار غير 750 اللي احنا كنا اول ما نزل القانون كان 250 لمدة 6 شهور. ف6 شهور بندفع 750 المتبقي، يعني بخش في 1750 غير الصيانة بلا 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 بلا، بخش لي 2000 ونص 2700. غير طبعا عندي اقساط، عندي جمعيات، عندي مدارس، عندي اكل وشرب 4 افراد. انا مش هاكل. ماشي احنا 5 بس، يعني انا مش هاكل. عندي اكل وشرب ولبس وعيد، وبعد الشر لو حد حصل له حاجة. ف طبيعي ابقى عايزة احسن دخلي، ليه لا؟ وعندي محتوى قوي، ليه لا برضو؟ انا لا هطلع يعني اعمل روتين يومي بقى وانا بفرش الملاية، ولا هطلع اترقص، ولا ما بعملش محتوى هابط. انا بحكي قصة حياتي، واعتقد ان هي حاجة يمكن تكون ملهمة لحد. يعني انا طالعة بمحتوى محترم. عايزة احسن دخلي، طبعا عايزة احسن دخلي. ده غير ان انا بفكر كمان 6 سنين انا همشي من الشقة، لان خلاص القانون اتفعل. فانا 6 سنين، احنا عدى سنة ففاضل 6 في ال7 سنين. عايزة شقة اسكن فيها انا وولادي. هروح انا والاربعة فين؟ ما احنا ما عندناش حد. يعني انا لا عندي هنا ولا اهل اب ولا اهل ام، فانا هاخد عيالي اروح فين؟ طبعا عايزة احسن دخلي، ربنا يكرمني ان شاء الله من السوشيال ميديا، وابقى بعمل دخل اضافي، اعرف اعيش ولادي عيشة كريمة، ابقى عارفة اصرف على مدارسهم ودروسهم. انا عندي 2 في ثانوية عامة، فهم تانية ثانوي، يعني السنة الجاية ثانوية عامة. فانا عايزة اكفي دراستي وصوتي ودروسهم وحياتهم ولبسهم واكلهم وشربهم. انا مسؤولة عن كل ده لوحدي.
وعايزة أأمن كمان 6 سنين إن يكون عندي إن شاء الله بإذن الله يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يكون عندي سكن. ليه لأ؟ ليه لأ؟ انتوا زعلانين ليه؟ سواء من الطرفين اللي بيتكلموا يقول لك اصلها بتعمل ترند. بعمل ترند، بقى ترند محترم، ترند محترم. انا لا طلعت اترقص ولا طلعت روتين يومي بفرش الملاية بظهري تفهمين طبعا. انا بحكي قصتي وطالعه باحترامي، وعندي قصه قويه. الحمد لله على نعمه وفضله عليا. وان شاء الله بسبب القناه دي انا عارفه ان انا ربنا هيكرمني من واسع فضله ان شاء الله. فليه لا؟ ليه لا؟ انتوا زعلانين ليه؟ همتكم معايا، لايكات، كومنتات، شير، اشتراكات في القناه، لان اليوتيوب بيحب التفاعل على الفيديوهات عشان يدي دخل يعني. هتابع معاكم طبعا كل حاجه، كمان هشارككم فيها. انتوا اهلي، ناس كتير قوي قالت لي ازاي ما عندكيش اهل، احنا اهلك، كتر الف خيركم. ربنا يا رب يسعد قلوبكم جميعا، وعلى راسي من فوق. واسفه جدا لو انا مش بعرف ارد على الكومنتات كلها، لان الكومنتات كتيره جدا جدا. في حاجه كمان، انا في كومنتات مسيئه انا مش عارفه اعمل بلوك، انا عملت اخفاء من القناه. فهل هي دي البلوك؟ لان انا مش لاقيه البلوك، انا لسه بتعامل على اليوتيوب واحده واحده كده، فمش فاهماه قوي يعني. فبعمل اخفاء من القناه، فهل هو ده البلوك؟ يعني فهموني برضو لو حد يعرف ايه البلوك بيتعمل ازاي من اليوتيوب يقول لي يعني. ايه تاني؟ هطلع اشارككم حكايتي، وهطلع اشارككم كمان حياتي اليوميه، واطمنكم عليا، لان في ناس قالت لي احنا حابين ان احنا نشوفك كل يوم ونطمن عليك. كتر الف خيركم، على راسي من فوق، واتشرفت بيكم اخوات واهل. يعني ربنا يسعد قلوبكم جميعا ويجعلنا دايما في الخير. بس يعني ده اللي كنت حابه اوضحه في الفيديو ده. وهمتكم معايا بقى يعني. انا بركب الترند، وهمتكم معايا تركبوني الصاروخ بقى مش ترند. عايزه القناه، في حد قال لي احنا مش عارفين محتوى القناه ايه، يعني هو حكايتي، فانا مش عارفه يعني ايه محتوى القناه ايه، او يعني اخصص القناه ازاي، مش عارفه يعني. برضو عرفوني ده في الكومنتات، او رشحوا لي حد يعني ايه فهمني الحوار ايه، لان انا يعني زي ما قلت لكم انا اليوتيوب بعافيه عندي، فمش فاهمه فيه قوي. فيعني ايه اخصص القناه، لان انا مش عارفه يعني ايه اخصص القناه. هي حكاوي هي حكايات. وعلى فكره يعني انا هخليها ان احنا نحكي مع بعض اللي فات واللي جاي. ولو حد عنده حكايه عايز يحكيها، انا هعمل اكونت على الفيسبوك، تبقوا تبعتولي عليه، وهبقى اسيب لكم اللينك هنا، بحيث ان الحد عايز يحكي حاجة وما يقولش اسمه ممكن اطلع احكيها عنه ونساعده لو هو عايز يسأل عن حاجة او كده. بس طبعا في المعقول، يعني نبقى لطاف، لان انا مش عايزه البس في حيطة. انا قلت لكم انا بربي العيال لوحدي، فانا مش عايزه البس في حيطة. فيبقى ايه الاسئله لطيفه كده، لو حد عنده حكايه عايز يحكيها او عايز يسال على حاجه، هعمل اكونت فيسبوك واسيبه لكم. لينك بتاعه هنا هيبقى في القناه، عشان لو حد عايز ايه يراسلني عليه. ايه تاني؟ بس بقى انا هسيبكم يعني ايه، لو حد عنده اسئله ان شاء الله هحاول ان ما يبقاش فيديو واحد، هيبقى فيديو او 2 في اليوم، بس انا غصب عني عشان شغلي. ف يعني انا بشتغل وبرجع من الشغل البس الاسدال بقى واقعد لكم. وعايزه ابقى اطلع لايف كمان، يعني نبقى نرغي مع بعض، ويبقى في تفاعل اكتر في اللايف على اليوتيوب ان شاء الله. وبس، بشوفكم على خير، وربنا يجعلنا من المهتدين ويجعلنا من الصالحين، واشوفكم على خير.